تيجي تتكلم هدينا، وحاليا لازم تتكلم في التصليح وفي الاوضاع. بمعنى اصح، ايه الفتره وايه اللي انت مستنيه حاليا من الاهلي؟ وايه مشكله النادي الاهلي والمشكله اللي بقت متكرره؟ وانا بتكلم في مشكله متكرره، الناس هتقول لي متكرره ايه؟ ما احنا واخدين احنا واخدين افريقيا، واخدين الدوري السنه اللي فاتت، واخدين افريقيا قبل كده. لا، لما تيجي تتكلم عن اللي بيحصل في النادي الاهلي حاليا، بصوا يا جماعه، لما توصل للمرحله بتاعت ان انت قاعد، انا بقى الموضوع ده حصل معايا، وانا مع احترامي ليك وانا اهلاوي قديم. يعني انا ممكن انا عندي 24 سنه، بس انت لما تيجي تتفرج عليا انا فاهم. انا بتفرج على كوره من 2007. فلما باجي اكلمك في حاجه حصلت في الكوره، حاجه حصلت في النادي الاهلي، انا ببقى فاهم. يعني ممكن سني ما يبانش عليه، بس لو اتعاملت معايا هتعرف كده. لما توصل لحته الفتور في ان انت بتتفرج على النادي الاهلي انت ماسك الموبايل، ما كانتش بتحصل معايا قبل كده. والله العظيم ما كانتش بتحصل معايا قبل كده. في 2015 لما خسرنا الدوري من الزمالك، وكانت دي اسوأ فريق انا حضرته للنادي الاهلي بجد. الناس اللي هتفتكر الفتره دي بتاع الجريدو والكونفدراليه لما خدناها، وبعد كده لما بدانا السوبر البلانتي بتاعت كوفي. دي انا اسوأ فتره اتفرجت فيها على كوره. يعني مش اسوأ فتره للنادي الاهلي شو كنت بشوف فيها، اللي هو كنت بفتح الماتش. عارف انت اللي هو انت عارف ان الزمالك هياخد الدوري، انا عارف ان الزمالك هياخد الدوري، عارف ان هم احسن مننا، وعارف ان احنا مش اقوى فريق. بس كان برضو في حته شغف للنادي الاهلي، رغم ان كانت دي يعني اسوأ فتره في تاريخ الكره المصريه. الناس اللي اتفرجت على كوره عارفه ان من بالظبط من بعد فوز النادي الاهلي باخر دوري ابطال افريقيا بتاع اورلاندو من اعتزال ابو تريكه، لحد حسام البدري، ولما رحنا النهائيين، لحد قبل كمان ما نخسر النهائيين. دي كانت اسوأ فتره في تاريخ النادي الاهلي. بجد كانت اسوأ فتره. 14 و15 و16 و13، قول الاربع سنين دول كان اسوأ فتره في تاريخ النادي الاهلي. ما وصلتش فيها للمرحله دي. كان لسه برضه يبقى عندي شغف، واتفرجت على مباريات ياما جدا النادي الاهلي، اتفرجت على كل المباريات. لكن انت حاليا واصل لمرحله الفتور. طب ايه اللي وصلنا لمرحله الفتور؟ لان انت عارف ان الجيل اللي كان بيخسر قبل كده هو جيل كان يستاهل يخسر. يعني هو كان طبيعي الجيل ده يخسر من الزمالك. لما عماد متعب بيعتزل وهو المهاجم الاساسي بتاعه، عمرو جمال عنده رباط صليبي، وجايب بيتر ايمونبوي وصلاح الدين سعيد، فطبيعي اخسر. فانا معاكم بالروح وبالشغف وبحب الكيان، لكن دول انا مش طبيعي اخسر. انا مش طبيعي اتعادل. انا المفروض اخد اكتسح اي بطوله. ما تخترقوش اعذار للعيبه. والله بجد ما تختلقش عذر للاعب. ليه؟ اللاعب متوفر له كل الحاجات اللي انت مع احترامي ليك لو توفر لك ربعها هتبقى رهوان في الملعب. اللعيبه دي انت لو شفتها بره النادي الاهلي وفي مول، انت هتعرف ان انت شايف مليونير، انت مش لاعب. فانت مالكش اي عذر غير ان انت تنجح. انت بتاخد فلوس بانتظام، ومكانه اجتماعيه، بتروح المنتخب، وبتسهر، بتعمل اعلانات، تلبس بدل، بتعمل اللي انت عايزه. ليه ما تدينيش حقي؟ ليه اختلق عذر؟ هو انت لو حضراتكم كده بتتفرجوا، انت لو مدير وعندك الموظف بتاعك بياخد له 10 15 الف جنيه، هتعذره؟ والله ما هتعذره. ما بالك بقى هياخد 10 15 مليون جنيه؟ انت بتتكلم في ايه؟ اللعيبه دي ملهاش عذر. كوكا ده ملوش عذر. مفيش عذر ان انت تبقى بتلعب برجلك الشمال على الجبهه الشمال، حتى لو انت لاعب نص ملعب مش عارف ترفع. والله ما ليها عذر، اقسم بالله ما ليها عذر. لو حارس مرمى وحطوك على الباك لعبت 90 دقيقه هتعرف ترفع واحده. تريزيجيه اللي لعب في قاسم باشا ولعب في استون فيلا ولعب مش عارف ايه، مفيش عذر ان انت ما بتلعبش مع زمايلك. مفيش عذر ان انت كل كوره عايز تحط لي ار2. زيزو، بص اقول لك على حاجه، زيزو مجهود وفير، اداء، بيجري، رهوان، اوفرات. بس احمد عبد القادر هيعملها برضه يعني. حسين الشحات لو نزل برضه هيعملها. ما فيش. مش ده المبلغ اللي انا دافعه لك عشان تقدم لي دي. بمعنى ايه؟ لو كريستيانو بياخد جنيه ومحمد شريف بياخد جنيه، انا مستني من الاثنين نفس الاداء.
تقييمك على حسب مبلغك. انت الموظف اللي بيعمل شغل ب 10000 جنيه مش هو الموظف اللي بيعمل شغل ب 20000 جنيه، ما بيعملوش نفس الشغل. فانا النهارده لما اجي الاعب فرقه النادي المصري، مع احترامي ليها، وعلى فكره فرقه كويسه جدا، نبيل الكوكي ده مدرب محترم، انا بتفرج عليه من اول الموسم، مدرب محترم، مدرب صاحب فكره ووجهه نظر. اتفرجت عليه في ماتش الاتحاد الليبي، راجل عرف يلاعب فرقه نزلت في البدايه. انا كنت بتفرج على اول الماتش قلت الاتحاد الليبي هيطلع المصري، لا المصري عارف يكمل، و2-0 او 2-1 اعتقد. فانت بتتكلم حاليا شباب مالكوش عذر يا شباب، انتوا بتلعبوا المصري. وقبل كده بتروجيت فرق مع سيبك من المصري، بتروجيت ده معمول ب4 جنيه، حضرتك ما تكسبوش ليه؟ معلش، ايه الفكره ان انت ما تكسبليش بتروجيت؟ ايه اللي بتروجيت عملته انت ما بتعرفش تعمله؟ معاك احسن مدربين، بتسافر بطياره، لو رحت لعبت ماتش في اسوان هتروح تلعب بطياره، مش هتروح تمشي باتوبيس. تمام؟ احسن فنادق، مرتباتك بتنزل في ميعادها، مش زي لعيبه الزمالك، وانا وانت عارفين دي بتفرق. لو واحد طلع كلمك شتمك من الاعلاميين، جمهور الاهلي بيمسكه يفرمه، يبقى انت ليه ما تأديش يا معلم؟ ايه العذر؟ معلش يعني ايه العذر؟ ايه العذر لما يبقى قاعد عمال اقول الله عليك يا هاني عشان رفع عرضيتين؟ انا اتقبل منكم الاداء ده زي ما قلت لك لو انتوا فرقه 2015 وفرقه 2014، بس علي الفراشه ومحمد رزق وحسين السيد مارسيلو ومسعد عوض حارس تالت، عشان احمد عبد المنعم حارس تاني، وشريف اكرامي حارس اول، وسعد سمير، مع احترامي ليهم، بس كانت الفتره دي ما كنتش انتوا كويسين. وكان الزمالك مثلا، الزمالك كان معاه بقى اللي هو فاهم، الناس اللي فاكره الاغنيه بتاعت احمد علي بيه وعبد الله السيسي، كانت ليله. وكنا برضو بنخطف بطولات، وخدنا الكونفدراليه، والناس اللي اتفرجت على الكونفدراليه فاكره اما احمد عبد المنعم كان بيصد برجل واحده قدام سيبو سبورت. فانتوا مالكوش عذر، النجاح مش جدعنه، لا انت لازم تنجح يا معلم. اه والله لازم تنجح، مش بمزاجك. وكربج نسينا احنا ايام ما كانت اللعيبه بتنزل قطاع الناشئين، وعرض للبيع وعرض للاعاره، وعصام الحضري لما جه من سويسرا واتقال له مش هتلعب، وحلقه عرف بامين عبد الحميد اللي هو حارس مش ما يجيش ربع عصام الحضري، بس عشان مبادئ النادي الاهلي. لكن حاليا اللاعب بيلعب ماتشين تلاقيه قاعد ايه؟ مفيش عقد بقى ولا ايه؟ مفيش تجديديه؟ مفيش تسويه عقد؟ لا، اللعيبه اتغيرت وفي نفس الوقت المبالغ زادت والكواليتي قلت، فده اللي ينرفزك. اللي هو يعني الناس اللي ابو تريكه ده يا جدعان، طب يعني كنتوا هتدوه كام؟ لا سيبك من ابو تريكه، مين؟ احمد السيد. احمد السيد اللي على ايامنا انا كنت بتفرج، مش هقول على ايامنا، الواحد لسه صغير برضو، كنا بنقول ده مدافع عادي. ياسر ابراهيم الرجوله والصخره، والله العظيم احمد السيد ده كان يعمل، لو كان بيلعب كان زمانه كابتن منتخب مصر، اقسم بالله. انتوا بتتكلموا في ايه؟ حسن مصطفى ده كان نص ملعب، كان نحله بيلف في الاهلي، والله العظيم حضرته في الاواخر يعني، كان بيقعد دكه في المنتخب. حسن مصطفى ده لو موجود دلوقتي يلبس 10 في المنتخب عادي مكان ابو صلاح، مفيش فرق يعني. لو هتتكلم بقى وليد سليمان ده ما كانش بيروح المنتخب وكان بيروح يقعد دكه، عمر جمال ده راح 2008 وقعد دكه. انتوا صباح الفل يا جدعان، صباح الفل والله العظيم بجد، انتوا مفيش، انتوا جيل على الله ومعاكوا مكتسبات ماديه وما خداش حد. شكرا جدا ليكم، ان شاء الله باذن الله نتقابل قبل ماتش سيراميكا. شكرا.